عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده هعمل لكم فيديو انتوا طلبتوه مني عن المنتجات الكوري اللي للبشره اللي استعملتها وعجبتني. مش عارفه اسمي الفيديو ايه، يعني افضل منتجات كوري، احلى انا كل المنتجات الكوري اللي انا بستعملها الصراحه بتعجبني. قررت الفيديو كله يبقى للبشره لاني جربت حاجات قليله قوي للشعر، فممكن ان شاء الله لما اجرب حاجات اكتر للشعر اعمل لكم فيديو عن منتجات الشعر. بس دلوقتي هعمل لكم بس عن البشره. ممكن بس في منتجين هم اللي ما عجبونيش قوي، اللي هم مش واو يعني، هقول لكم عليهم واحنا بريفيو المنتجات. واكيد ما تنسوش تتابعوا الفيديو للاخر علشان تتفرجوا على فقره معلومه طاقيه اللي احنا بنقول فيها معلومه عن الطاقه تقدروا تستفيدوا منها في حياتكم. ويلا بينا نبدا الفيديو. صراحه مش عارفه ابدا بانهي ترتيب، فهبتدي بترتيب استخدام الحاجات، يعني الغسول في السيرم في الكريم. فخلوني اكلمكم عن الغسول الاولاني وهو من كوزريكس، وده اللاين اللي بالساليسيليك اسيد. غسول يعتبر مقشر، بس مقشر فيزيائي مش كيميائي، يعني ما فيهوش حبوب، هو الماده نفسها هي اللي بتقشر. هي الاسعار دلوقتي بقت متفاوته، ف مش عارفه اقول لكم الاسعار بالمصري ازاي. الغسول ده حلو جدا، ولكن هو حلو مع غسول تاني. يعني انا عمري ما استعملت الغسول ده ان هو الغسول بتاعي الاساسي الا لما كنت بجربه لفتره الاسبوعين. مكتوب عليه ان هو ديلي، ممكن تستعملوه كل يوم، بس انا ما حبيتوش ان انا استعمله كل يوم. انا يعني حبيت ان انا استعمله مثلا مرتين 3 في الاسبوع. فده ممكن تستعمله ان هو غسول جانبي يقشر فيزيائي جنب الغسول الاساسي بتاعك. واللي في الفتره دي كان الغسول الاساسي بتاعي برضو غسول كوري، وهو ده هو خلصان، يعني ما فيهوش ان انا استخدمه. ده من براند اسمها نيوجين ديرمالوجي، وده بالجرين تي. ده غسول فوم، يعني هتشوفوا العلبه بتاعته، بصوا هو فوم مش غسول جل او كريمي، لا هو فوم بيطلع من هنا بالبامب دي فوم. وهو في جزئين، الجزء اللي من تحت ده الصراحه الباكجينج كيوت قوي. الجزء اللي من تحت ده هو فيه يعني شاي اخضر حقيقي، واللي فوق ده في مصفى هنا في النص، وانتي بقى بتاخدي من الميه بس اللي بتكون هنا بتطلع في المضخه دي. طيب الغسول ده حلو قوي، مناسب لجميع انواع البشره، يعني بشرتك دهنيه او حساسه او مختلطه هتحبيه. ولكن خليني اقول لكم ان الغسول ده بيأكسد بسرعه. يعني انا اول ما جبته ما كانش لونه غامق كده، يعني بص هو دلوقتي لونه غامق ازاي، هو ما كانش غامق كده، هو كان افتح، كان اخضر فاتح، بس هو حاليا بقى زيتي، حرفيا بقى لونه زيتي. فالغسول ده حلو، بس اول ما تشتريه استعمليه على طول، يعني ما تركنهوش شويه. وكمان الغسول ده ينفع جدا في الدبل كلينز، فانتوا لو بتستعملوا غسول زيتي قبله ده هيبقى حلو قوي ان انتوا تستعملوه بعد الغسول الزيتي. بمناسبه الغسول الزيتي احنا هنتكلم دلوقتي على نوع غسول زيتي، وده انا كنت دايما بستعمله بعد الغسول الزيتي لانه خفيف وبيخلي البشره تنضف وتطلع الغسول الزيتي بعد ما يكون الغسول الزيتي عمل شغله. انتوا عارفين في السكين كير الكوري في خطوات كتير غير السكين كير اللي في كل باقي العالم. وبمناسبه الغسول الزيتي ده، الغسول الزيتي اللي انا بستعمله حاليا واللي انا مرتاحه عليه جدا جدا، بيتهيالي هو اسمه يونيك، بس هي مكتوبه بطريقه غير، يمكن عشان هو كوري فالنطق عندهم غير عندنا. اسمه كلاندولا كومبليت كلينزنج اويل. كمان ده مفروض ان هو لكل انواع البشره، وحجمه كبير جدا، بيقعد كتير جدا جدا. هو حجمه 200 مللي، بس هو حرفيا بقاله اكتر من 1.5 سنة عندي. هو عيبه الوحيد ان هو بيطلع بره يعني بصوا الزيت فين، انا هضطر اغسل ايدي دلوقتي، بصوا طالع فين، فانا كل شويه بغسل الازازه من بره، مش عارفه ليه بيطلع بره كده. بس الغسول ده انا بحبه جدا، ان انا مثلا وقت ما احب اعمل دبل كلينز بحطه على منطقه الانف ومنطقه الدقن، يعني دي المكان اللي عندي فيها خيوط زيتيه. ولو انتوا مش عارفين ايه هي الخيوط الزيتيه دي، حاجه بتكون شبه الرؤوس السوداء شويه، هي عند ناس كتير جدا. هحاول احط لكم صورتها هنا، دي مش رؤوس سودا، دي خيوط زيتيه ما بتروحش غير بالغسول الزيتي. لازم يا اما حد يشيلها لك، حد متخصص يشيلها اصلا من البشره باداه معينه، يا اما بالغسول الزيتي انت تقدري تعملي مساج 10 دقائق كده بالغسول الزيتي هي هتطلع. ده انا حبيته قوي، مش بكسر من استعماله، يعني ممكن اعمل الدبل كلينز مره مرتين في الاسبوع. وانا مثلا عارفه ان انا النهارده حاطه ميك اب تقيل قوي، كنت مثلا في ايفنت او كنت في مناسبه وحاطه ميك اب تقيل قوي،
فانا هستعمل الغسول الزيتي وبعد كده هستعمل الغسول الفوم، هعمل دبل كلينز. انا الحقيقه مش بستعمل الدبل كلينز كل يوم لان بحس ان ده اجهاد قوي على بشرتي. الغسول الزيتي انا ما حبيتش ان انا استعمله على كل بشرتي على قد ما حبيت ان انا استعمله في الاماكن اللي فيها الخيوط الزيتيه. وخلوني دلوقتي بقى اروح اغسل ايدي واغسل الازازه وارجع لكم. لما رجعت وغسلت الازازه شايفين بقت فله ونضيفه ازاي، مش عارفه ليه الصراحه بتعمل كده. يلا نخش على الخطوه اللي بعد كده وهي الفيس ماسك. انا جربت ده من سان باي مي، طبعا دي ماركه مشهوره جدا في السكين كير الكوري. ده مفروض ان هو بيدي جلو اللي هو لونه اورنج كده، اسمه بروبوليس بي 5. ده شكله انا كمان هحاول اوريه لكم من جوه. هو من جوه عامل زي الجل وهو ممكن يتدلق، فانا بس هعمل كده. شايفين هو من جوه زي الجل، انا طبعا يعني هو قرب يخلص. ده انا بحبه جدا ان هو بيدي زي ترطيب للبشره. بحطه مثلا 10 دقايق وبعدين بغسله، بفرده على بشرتي 10 دقايق او ربع ساعه وبعدين بخش اغسله. بيدي زي جلو كده للبشره وبيخلي البشره نضره. وعيبه الوحيد يمكن ان هو سعره غالي، بس يعني انا فاكره ان انا كنت مشتريه تقريبا ب 65 درهم او حاجه، وهو مش كبير، حجمه مش كبير يعني هيخلص بسرعه. هو حجمه بس 100 جرام، مكتوب عليه ان هو 100 جرام، فهو صغير مش كبير، مش هيقعد معاكي مده كبيره. بس هو من الماسكات اللي انا بالنسبه لي حلوه وبتدي نضاره. دلوقتي بقى بما ان احنا خلصنا المنتجات اللي بتتغسل بالميه، نخش بقى على خطوات اللي بتفضل على البشره. وخلونا نبدا فقره معلومه طاقيه للفيديو ده. المعلومه هي لو انت اقنعتي دماغك بان المنتجات الكوري هي اللي بتصلح البشره والمنتجات الهندي هي اللي بتصلح الشعر، المنتجات الياباني هي اللي بتصلح بشره الجسم، فهو ده اللي هيحصل في الحقيقه. لان كل حاجه بتبدا من طاقتك ومن عقلك ومن افكارك ومن مشاعرك. عشان كده الشركات بتلعب على التسويق في حاجه معينه. يعني مثلا هتلاقوا في كوريا هو اصلا معظم جيناتهم ان بشرتهم صافيه، هم استغلوا الموضوع ده في ان هم ينشروا السكين كير بتاعهم في كل العالم، وهم فعلا بيعملوا سكين كير حلو، ولكن هم بيستغلوا الموضوع في ان هم ينشروا منتجات. كان في حاجه انت تقدري تصدريها لنفسك وتشوفي نتيجتها، هي ان انت تحبي ذاتك وتقبلي بشكلك وبشعرك وبوزنك وببشرتك، حتى لو انت بتحاولي تشتغلي عليهم، عشان ده هيديكي احلى نتيجه. اوكي، رجعنا للفيديو ودلوقتي هنتكلم عن اول خطوه، وهي دي اللي هي تونر وايسنس. ده ايسنس بس هو مايل اكتر للتونر، حتى هي الماركه اصلا بتقول عليه تونر وهو فعلا اقرب للتونر. انا مش عارفه ليه هم مسمينه ايسنس ووتر. ده من بيوتي في جيسون، والماركه دي انا بحب حاجات كتير قوي منها، بس ده واو انا بعشقه. بصوا خليني اقول لكم هو بيستعمل ازاي. ممكن تستعملوه طبعا على قطنه زيه زي اي تونر، بس الاحسن ان انتوا حتى التونر تستعملوه على ايديكم. فبالطريقه دي ريحته كموميل، حطوه على كل بشرتكم بالطبطبه. مش عارفه ليه يا جماعه دايما الكوريين بيعملوا كده في الاخر، يعني حتى اصحابي لما بكلمهم فيديو كول الكوريين بيبقوا بيعملوا سكين كير بيروحوا ضاربين نفسهم في الاخر، مش عارفه ليه، تقريبا ده بيمشي الدوره الدمويه في الوش. خليني اقول لكم ان الايسنس او التونر ده بيساعد ان البشره تبقى مش معرضه للحبوب جامد. يعني بشرتي معرضه للحبوب، ساعات بيطلع لي حبوب كتير بالذات وقت البيريد، فبحاول دايما في الوقت ده او قبلها ان انا استعمل حاجات ما تخليش الحبوب تطلع لي. فده من اكتر الحاجات اللي بتساعدني ان الحبوب اللي في بشرتي تهدى. فمين اللي هيحب ده؟ الناس اللي عندها حبوب في بشرتها او بيطلع لها حبوب في بشرتها. انتوا عارفين ان انا كنت فاكره اصلا الماركه دي ان هي ياباني وفي الاخر طلعت كوري. الخطوه اللي بعد كده وهي الايسنس ده، وده ايسنس تونر برضو. خدوا بالكم الفرق ما بين الايسنس والتونر، يعني مفروض الترتيب الصحيح تونر، ايسنس، سيرم، وبعد كده الكريمات اللي بنحطها والاويلز. لكن دلوقتي الشركات بقت بتدمج التونر والايسنس سوا، فبقى بيطلع لنا حاجه قوامها بين المائي اللي هو زي التونر وبين السيرم اللي هو القوام بتاعه تقيل، بقى بيطلع لنا حاجه قوامها وسط شويه. والايسنس ده من بانكينج يول، ده اتقل شويه من اللي فات. شايفين هو اتقل شويه من اللي فات، هو مائي برضو بس اتقل شويه. ده يمكن من المنتجات القليله قوي الكوريه للبشره، لا انا ما حسيتش بنتيجه معاها. يعني ما حسيتش ان هو بيدي فرق كبير في البشره. هو مش بيطلع حبوب، مش بيزيت البشره، ولكن انا ما حسيتش ان هو ترطيبه قوي. وحجمه كبير 200 مللي، بس انا فاكره ان هو سعره كان غالي اصلا. يعني فاكره ان انا كنت جايباه تقريبا ب 65 درهم، فمش رخيص. فانا حاسه ان هو الكواليتي بتاعته مش احسن حاجه. في حاجات في المنتجات الكوري احلى بكتير منه، فيمكن ده الحاجه اللي انا قلت لكم ان انا ما حبيتهاش في المنتجات الكوري اللي انا
انا استعملتها. ده بصراحه انا ما انصحكوش بيه. اكيد كل بشره بتختلف عن التانية، بس انا عن نفسي من تجربتي ما حبيتوش. خلينا ننتقل بقى للسيرمز. اول واحد هو ده، وده مشهور جدا جدا. تقريبا البراند اسمها اكسياز يو لو انا مش غلطانه، لو انا بنطقها صح. والسيرم ده اسمه دارك سبوتس كوركتنج جلو سيرم. ده شكله، خدوا بالكم ان فيه كتير فيك من السيرم ده. لو انتوا حابين تشتروه اتاكدوا ان هو المنتج الاصلي او اشتروه من مكان موثوق. عايزه اقول لكم السيرم ده انا بعشقه، ده من افضل الحاجات. شايفين هو تقيل وبامب كده، ده من افضل الحاجات اللي انا استعملتها بما ان انا غسله بشرتي فخليني احطه. من افضل الحاجات اللي انا استعملتها البقع، يعني بتستعمليه على طول، ممكن اسبوع يوديلك البقع اللي في بشرتك اللي مكان الحبوب. تقولوا لي هو غالي، هو فعلا غالي، انا عارفه ان هو سعره مش رخيص، بس هو بصراحه يستاهل السعر بتاعه. يعني ده اكيد لما يخلص هشتري واحد تاني نوع سيرم، واللي انا لازم الاقيه. ممكن ادور عليه في سيفورا، مش عارفه. ده انا كنت واخداه عينه كده، كانوا بعتني، كنت مشتريه حاجات كوري وهم بعتوا لي السيمبل دي معاها 10 مللي او حاجه مش فاكره، 25 مللي 25 مللي. والله انها كبيره، ده فضلت معايا كتير. المهم ان انا استعملتها لحد ما خلصتها. هو شكل الازازه اصلا مرسوم على الكيس، شكل الازازه بتاعتها. ده مفروض ان هو ايسنس، بس هو القوام بتاعه مش عارفه، هو مفيش ولا نقطه فمش هينزل حاجه. شايفين القوام بتاعه مش خفيف، القوام بتاعه كان تقيل زي الجيلي كده شويه، بس انا حبيته. كان بيرطب البشره تحفه وبينعم البشره، هو بالهيلورونيك اسيد بس كان ترطيبه تحفه، بس هو قوامه تقيل على الايسنس. يعني هو انا حسيته من القوام بتاعه اقرب للسيرم، بس هو ايسنس مفروض. بس ده رهيب رهيب رهيب. لو لقيتوا الازازه الكبيره بتاعته اشتروها على طول. والمنتج اللي بعد كده واللي انا بعشقه، استعملت منه 2 قبل كده، هو الانوا شيت ماسك. مش عارفه ازاي الشيت ماسك بتاع البراند دي مش مشهور. ده من افضل انواع الشيت ماسك اللي انا استعملتها في حياتي، واللي فعلا بتجيب نتيجه لحظيه. هو سعره غالي على انه شيت ماسك، بس هو الحقيقه النتيجه بتاعته حلوه جدا وبتبان فوري. يعني انا مش بلاقي انواع كتير في الشيت ماسك اول ما بشيلها بشوف النتيجه في النضاره، في التفتيح، في الاشراق. الشيت ماسك ده حقيقي بيدي ترطيب واشراق تحفه للبشره، فكمان ده لو لقيتوه اشتروه هيعجبكم جدا. ودلوقتي هكلمكم عن نوعين كريم للعين. اول واحد هو ده، واللي يعتبر هو افضل كريم عين انا استعملته في حياتي. هو كمان من سان باي مي، وده الكريم ده مشهور جدا. وعلى فكره في ناس حتى بتستعمله مش بس للعين، يعني في ناس بتستعمله للبقع اللي في البشره. هو بالريتينول، والعيب الوحيد فيه ان هو بس بيأكسد من جوه، يعني لونه بعد فتره هو بيبقى ابيض شويه من جوه، بعد فتره بتلاقيه اصفر، وده طبعا لانه تعرض للهواء، لان الريتينول عامه بيأكسد بسرعه. ممكن تحطيه على كل بشرتك. انا بستعمله تحت عيني، ولو عندي بس بقعه او بقعتين باينين بستعمل في المكان ده بس، مش بفرده على كل بشرتي. وهو المعروف ان هو اكتر للعين، عشان هو كمان بيفيد في الخطوط، بيخلي الخطوط اللي عند العين ما تبانش قوي. فده كمان ممكن تحطيه في خطوط الابتسامه. فده حقيقي من احسن الكريمات اللي انا استعملتها تحت عيني. لو انت بتعاني من هالات، لو انت بتعاني من خطوط مثلا الابتسامه او خطوط عند عينيكي، ده هيبقى ممتاز بالنسبه لك، بالذات لو الخطوط رفيعه مش عميقه. ده انا اكيد هشتري واحد تاني لما دي تخلص. هي اصلا خلاص قربت تاكسد، انا هغيرها واجيب واحده جديده. تاني كريم عين، وده الحاجه التانيه اللي انا قلت لكم ان انا ما حبيتهاش قوي في المنتجات الكوري، هو من كوزريكس اللاين بتاع السنيل. واللي انا مستغرباه ان انا بعشق اللاين ده، بعشق كل حاجه فيه الا كريم العين ده ما حبيتوش. انا كلمتكم قبل كده في فيديوز فاتت عن السنيل اللي هو الايسنس بتاع اللاين ده. انا بعشق حاجه اسمها السنيل بتاع اللاين ده بتاع كوزريكس. جبت منه تقريبا 3 علب، وهو دلوقتي خلصان من عندي. هحط لكم صورته، وكمان ان شاء الله هرجع اشتريه تاني. فده بالنسبه لي اللاين ده رهيب. الا كريم العين، كريم العين مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيرطب بس. يعني هو ببامب كده، بنحط بامب واحده تحت العين، ملوش اي افكت ولا في الخطوط ولا في الهالات. هو بس
كريم مرطب لحوالين العين بس مش اكتر من كده. يمكن الناس اللي عندها مثلا جفاف قوي تحت عينيها تحبه لان هو ترطيبه حلو تحت العين، لكن انا بالنسبه لي انا ببقى عايزه حاجه تساعدني في الهالات، فاللي عندها هالات او خطوط مش هتحبه قوي، ودي الحاجه الوحيده تقريبا اللي انا ما حبيتهاش من البراند دي بالذات، كمان من اللاين ده، لان انا بعشق السنيل بتاعه. وهكلمكم دلوقتي عن الكريم المرطب بتاع نفس البراند نفس اللاين، واللي هو ادفانسد سنيل 92 اول ان وان كريم. ده احلى 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 كريم مرطب استعملته في حياتي لبشرتي. بيتهيألي الشركه دي لو كلمتني انا هعمل معاهم تعاقد ان هم يفضلوا طول حياتهم بيبعتوا لي الكريم ده، وافضل طول حياتي بعمل لهم اعلانات ببلاش. هو ده شكله، بس احب اقول لكم انكم تاخدوا بالكم لان في كتير منه مش اوريجينال، فلما تشتروا بالذات البراند دي بالذات اللاين ده اللي هو الخط فيه اصفر لازم تشتروه من مكان يكون معروف ان هو بيبيع حاجات اصليه، عشان هو في منه كتير مضروب وعلى الغالب مش هتعرفوا اصلا تفرقوا المضروب من الاصلي. هو ريحته مش قويه، يعني ريحته عاديه، بيقعد كتير، هو لزج شويه، انا وريته لكم قبل كده في الفيديو ان هو يعني في الكريم نفسه فيه مطه كده شويه، بس هو ما بيبقاش ملزق قوي كده على البشره. يعني ترطيبه تحفه، بيدي نضاره، بيدي لمعه، بيخلي البشره تتنفس، مناسب لكل انواع البشره. يعني انا في الشتاء بشرتي بتنشف جدا، بيرطب تحفه، بيخلي الاكزيما، يعني انا بيجيلي اكزيما هنا بالذات في الخط ده من ساعه الحادثه، حتى من قبل الحادثه بيجيلي اكزيما هنا في المكان ده في بشرتي، مع ده ما بيجيليش الاكزيما دي، ما بتطلعش، ما بتبانش اصلا. حبوب ما فيش معاه، بقع ما فيش معاه، بيصلح. هو فعلا يعني هو اسمه اول ان وان كريم، وهو فعلا لكل حاجه بيصلح كل حاجه، لدرجه ان انا ساعات بحطه تحت عيني، يعني وانا بفرده على بشرتي بحطه تحت عيني رغم ان هو مش لتحت العين اصلا. الكريم ده تحفه، يستاهل الضجه اللي خدها. بيتهيألي الناس اللي ممكن تكون كرهته يا اما فعلا هو مش مناسب لبشرتها، يا اما اصلا هم اللي جابوه مش اصلي. الكريم ده ما فيهوش عيب، ما فيهوش عيب، حتى سعره انا شايفه ان سعره مناسب على النتيجه بتاعته. يعني لو انتوا عايزين تجربوا حاجه واحده بس من كل السكين كير الكوري اللي موجود في السوق والمشهور، جربوا ده، هيعجبكم جدا جدا جدا. واخر حاجه هو اللانيج ليب ماسك. انا مش عارفه ازاي في ناس لسه ما استعملتش الشيء ده. هو في منه الصغير اللي هو ده الترافل سايز، وفي منه الكبير. للناس اللي بتقول ان هو غالي قوي على ان هو مرطب للشفايف، اولا هو بيقعد كتير فوق ما انتوا تتخيلوا. يعني انا دي بقى لها يجي سنه معايا وهي اصلا صغيره، وانا اصلا بحط مرطبات في شفايفي كتير جدا، بس ده احسن مرطب ممكن تستعملوه في شفايفكم. احسن مرطب بيفتح وبيرطب وترطيبه بيفضل مش بس وانتي حطاه، دي شكل وبلمب للشفايف تحفه. ده كمان من المنتجات اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرها. بجيب انواع تانية وبجرب، بس لازم ده يكون موجود عندي عشان اول ما يطلع لي يعني تشققات كده شويه في شفايفي على طول احطه على طول بتروح. طب خلوني اختصر لكم الموضوع على قد ما اقدر، وهخلي فيه توب 4 افضل 4 منتجات كوري انا استعملتهم في حياتي كلها. كده انا لسه قايله لكم على الكريم المرطب وعلى المرطب بتاع الشفايف، ضم ليهم السيرم للبقع، وهضم ليهم كمان الصن باي مي كريم العين اللي هو الريتينول. ال4 منتجات دول افضل المنتجات اللي ممكن تستعملوهم لبشرتكم، واللي دايما مهما خلصوا برجع اشتريهم تاني وهفضل اشتريهم تاني. فتقدروا تعتبروا ان ال4 منتجات دول هم اختصار الفيديو. بس كده يكون الفيديو بتاع المنتجات الكوري للبشره خلص. ان شاء الله انا بحاول اعمل لكم فيديوهات كتير جايه وريفيوهات كتير عن المنتجات اللي انا استعملتها سواء ميك اب او سكين كير او هير كير، عشان انتوا قلتوا لي ان انتوا حابين الفيديوهات دي، فانا بحاول ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير منها. بما ان في حد من الفانز اقترح عليا ان انا ارجع السلسله بتاعه افضل منتجات للسنه، فان شاء الله في اخر السنه هعمل لكم كمان الفيديوز دي، ان انا هعمل لكم احلى منتجات للسنه دي اللي هي 2024. ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا سبسكرايب للشانل علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه، وعشان كمان احنا قربنا ل 200,000 فده معناه ان في جيف اواي قريب. كمان ما تنسوش تتابعوني على التيك توك وعلى الانستجرام، تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.